السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ظهور للأمير الحسين والأميرة رجوة. ظهر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله في أول صورة عفوية ورومانسية مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، وده بعد زواجهم في الأول من يونيو الماضي. ونشر الأمير الحسين والأميرة رجوة في انستجرام الصورة لهما، وكانت متكئة فيها الأميرة رجوة على كتف ولي العهد الأردني ولي العهد الأمير الحسين، وعكست الصورة البساطة والعفوية لكل من الأميرين. وظهرت فيها الأميرة رجوة من دون أي مساحيق تجميل. وفي الأول من يونيو شهد قصر الزهران في العاصمة عمان مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة الحسين بحضور ملوك وأمراء ورؤساء الدول العالمية العربية والأجنبية. ونشر الأمير الحسين ولي العهد الأردني صورة تجمعه مع الأميرة رجوة زوجته، وهو أول ظهور للثنائي الملكي. ونشر ولي العهد الأردني صورة على طريقة السيلفي تجمعه بزوجته للتهنئة بعيد الأضحى، وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: مني أنا رجوة، كل عام وأنتم بخير. ومن جهة أخرى احتفلت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن بعيد ميلاد نجلها الأمير الحسين ولي العهد الأردني الأربعاء الماضي، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بفيسبوك لتهنئته بعيد ميلاده، وعلقت عليها: للحسين الغالي كل سنة وانت سالم العمر كله بسعادة وهداية بال. وفي مطلع الشهر الجاري شاركت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صورة عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف الملكي لنجلها ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة. وعلقت الملكة رانيا على الصورة واللي نشرتها على حسابها على انستجرام: الحمد لله من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم. وأقيم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة بقصر زهران في حضور الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، واستقبلوا ضيوفهم من أفراد العائلة الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات بمرافقة معزوفات موسيقية من القوات المسلحة. ودي كانت تفاصيل آخر ظهور للأمير الحسين والأميرة رجوة، ربنا يسعدهم ويهنيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.